عارفين ايه هو اللي اصعب من الفشل؟ هو ان انتوا تنجحوا شوية وبعد كده ترجعوا لنفس نقطة الصفر من تاني. تخرج من علاقة مؤذية فتلاقي نفسك في واحدة شبهها بالظبط. تبدأ مشروع فتكسب وفجأة الفلوس تطير وترجع مديون. لو ده بيحصل معاك فانت كده محبوس جوه دايرة سوء. جهازك شغال بنظام التكرار. والمشكلة الكبيرة هنا ان انت مع الوقت بتتعود على الدايرة دي. بتبقى فاكر ان هو ده العادي او ان هو ده حظك في الدنيا، وبتنسى ان انت اللي بتلف جوه الفخ ده بايدك. دايرة السوق عاملة زي برنامج معلق في جهازك وبيكرر نفسه كل يوم وانت مش واخد بالك. انت بتبقى فاكر ان انت كده طالع لقدام وماشي وبتحاول تتطور، لكن الحقيقة ان انت بتلف في مكانك وبتستنزف في طاقتك، وكل ده في الفراغ. الدايرة دي ما بتجيش كده مرة واحدة، لا دي بتتبني واحدة واحدة ومن غير ما انت تحس. بتبدأ لما انت مثلا تقبل بوضع مش مريح او معاملة وحشة وتقنع نفسك ان يلا اهي ماشية وخلاص او بكرة هتتصلح. كل ده من غير ما تاخد فعل حقيقي. تكرار الماضي هو اللي بيحبسنا في الدايرة دي. لما بتفضل مثلا تفكر بنفس الطريقة اللي انت اتربيت وكبرت عليها، لما مثلا بتاخد قراراتك بناء على مخاوف قديمة او كلام اتقال ليك وانت صغير، طبيعي جدا نفضل نشوف نفس النتائج ونقع في نفس الحفرة مرة واتنين وتلاتة وعشرة. خد عندك مثلا موضوع الفلوس، تلاقي واحد مثلا كل ما يمسك فلوس زيادة بتجيله تطلع له حاجة تاخدها منه مصاريف مفاجأة ويرجع مديون من تاني. هو هنا محبوس في دايرة بتقول ان الرزق دايما بيطير. جهازه مبرمج ان هو كده يتخلص من اي وفرة تجيله. في العلاقات مثلا تلاقي واحدة دايما بتجذب لنفسها نفس الشخص بنفس الصفات، مثلا شخص بيتعبها وبيهملها، ولما تسيبه وتقابل واحد تاني يطلع شبهه بالظبط بس بوش جديد، وتفضل تكرر نفس المعاناة. ليه؟ لان هي لسه ما كسرتش الدايرة اللي جواها، دايرة السوق. ربنا بيبعت لنا رسائل واشارات طول الوقت، حاجات بتحصل لينا عشان تنبهنا وتقول لنا حاسب الطريق ده مسدود، اخرج بره الدايره دي. بس احنا من كتر للاسف ما احنا دايخين جوه الساقيه دي بنطنش العلامات دي ونفضل نكمل واحنا مغميين عينينا، وفي الاخر بنستغرب احنا ليه بنخبط في نفس الحيطه السد اللي مش لاقيين منها اي مخرج. انت عشان تخرج بره الدايره دي وتكسرها للابد مش محتاج ان انت تفضل تعمل مجهود عضلي وتضغط على اعصابك. الموضوع كله محتاج وقفة صراحة مع نفسك. اول حاجة ان انت تعترف ان انت عالق في دايرة سوء، توقف المجهود اللي انت عمال تبذله في الاتجاه الغلط، لان هو مش هيجيب نتيجة. لو كان هيجيب نتيجة كان جابها في السنين اللي فاتت. دور على السبب الحقيقي، السبب الاول. ايه الموقف، ايه الكلمة او الخوف اللي بدأ معاه الحكاية معاك؟ ايه الملف القديم اللي لسه شغال في حياتك لحد دلوقتي ومحتاج ان انت تمسحه؟ ابدأ خد قرارات جديدة ومختلفة حتى لو بسيطة. لو كنت دايما مثلا بتوافق على حاجات بضغط عليك، ابدأ قول لا واختار نفسك. لو كنت بتخاف تجرب حاجات جديدة، اتشجع، ابدأ خطوة صغيرة في طريق مختلف. الخروج من دايرة السوق بيبدأ لما انت تقرر ان انت تستحق حياة احسن، حياة اوسع، حياة فيها براح وسيادة على قرارك، مش حياة مكررة ومفروضة عليك. وبالذات كمان مع طاقة 2026، الطاقة دي محتاجة ناس فايقة، ناس عرفت تكسر الدوائر اللي معطلاها، ناس قررت ان هي تفتح صفحات جديدة بوعي مختلف. لو انت تعبت من اللف في مكانك يبقى ده وقت التغيير الحقيقي ليك. وصدقني لو انت شفت الفيديو ده فهو اكيد رسالة ليك.